ميدو وحازم امام، ولهم كل الاحترام طبعا وكل الشكر. وفق في ماتشات وما وفقش في ماتشات. انا شايف الحقيقه يعني السكاكين على حازم وميدو كانت بشكل قوي جدا، والهجوم كان رهيب. الناس دي جت في توقيت اول ماتش الداخليه، امبي، الاسماعيلي، اهلي، يعني الحقيقه كسبان 4 ماتشات ورا بعض، اخذ العلامه الكامله. انا على فكره مش بدافع على ميدو ولا دافع على حازم. ممكن يكون عنده اخطاء فنيه، ممكن يكون في التشكيلات الفرقه ما اسعفتهوش، ممكن الفرقه النهارده ما ادتلهمش اللي في دماغهم، ولكن النهارده عملوا شغل تحت ضغط. 4 لقاءات النهارده بيدوس فيهم بشكل كبير، جاي راكب من اول يوم وبيسوق وبيكسب. هي دي الكوره فنيا. لو كسب النهارده الاسماعيلي والنادي الاهلي كان ميدو ده بقى اعظم واحد في الدنيا وحازم امام، وكان بقى مدير عالمي. ولكن النهارده اما خسر اصل اداء اصل الفريق، هو الفريق ما كانش بيكسب بيهم عشان يخسر بيهم. يعني الحقيقه انا شايف السكاكين عاليه عليهم قوي، شايف الانتقاد عالي عليهم. لم يوفقوا فنيا، ممكن في لقاءات ما ادوش فيها بالشكل المطلوب، ولكن في النهايه هم يعني انا بتكلم على اسمين، وفي زيهم ممكن شيكابالا، وفي اسامي تانية كتير كويس. الناس دي ولاد نادي الزمالك، الناس دي بتحب نادي الزمالك، الناس دي بتسيب اي حاجه عشان نادي الزمالك وبتيجي في اي وقت. الناس دي بتضحي بفلوس عشان تروح نادي الزمالك، الناس دي خسرت عشان تروح نادي الزمالك، الناس دي ضحت بفلوس عشان تروح نادي الزمالك. بنقول اهو عشان الناس تفهم، عشان اللي ما بيفهمش يفهم. وفي النهايه الناس تتكلم تقول لك يعني جايين يعملوا ايه؟ هم جايين عشان اي وقت نادي الزمالك هينادي لهم هيروحوا. على فكره وخارجين بمشهد حضاري جدا هم الاثنين، واشاده بمجلس الاداره، واشاده بمستشار مرتضى منصور ادالهم الفرصه، واشاده بالناس ما تجاوزوش في ولا كلمه، عاملين حسابهم. وعلى فكره نوعيات الناس دي في اي وقت تاني نادي الزمالك هينادي لهم هيروحوا تاني، سواء انا متفق او غير متفق، سواء مختلفين او متفقين، اي وقت هينادي لهم هيروحوا. يا ابني انت رايح ليه؟ ما عارف انك ممكن تمشي فيها، ده نادي الزمالك. فده وضع طبيعي، ده وضع طبيعي. بس النهارده برضه مجلس اداره نادي الزمالك عليه برضه ان هو يلم ولاد نادي الزمالك حوالين الفريق شويه. الفريق نادي الزمالك النهارده في مشكله، مش عاوز امسك بقى كل لاعب واتجاوز في حق كل لاعب واغلط واقول اصل ده بيسهر ده بيعمل. كلهم لعيبه محترمه، كلهم ناس محترمه، كسبوا دوري وكاس. ممكن تكون النهارده فنيا عندهم مشكله، نشوف مشكلتنا فين، من غير التجاوزات والغلط، ومن غير الشتيمه، ومن غيره ونعالج، ونشوف استقرار ده يجي ازاي، ونشوف محتاجين نعمل ايه، ونشوف المده الطويله ايه. يعني مرتضى منصور ورفاقه وفريق الكوره محتاج وقفه، ومحتاج يقعد يحط بلان قويه تفيده. اعتقد النادي الاهلي دلوقتي بقى على الطريق، بقى على التراك. نتمنى ان شاء الله باذن الله التوفيق للجميع. فاصل ونواصل.